الكل ينتظر نتائج تحقيق بقضية تخص وبما تسمى فضيحة التذاكر في مونديال قطر. ناوي ما هي آخر الأخبار، وخصوصا كان اليوم 10 أي يوم بالأمس خصو يتعلن على النتائج، ولكن كنظن بأن التحقيقات فهي ما زالت متواصلة. لك الكلمة تفعل معك. إذا تحية طيبة لك الأخ مصطفى وجميع المشاهدين. أكيد يعني كان هنالك يعني الكثير من الرسائل من طرف المشاهدين والمشاهدات الأوفياء راديو سبور ماروك حول للمعيد ديال إعلان النتائج ديال التحقيق، واللي حتى حنا يعني كنتبعوها يعني بفارغ الصبر، وبغينا نعرفوا الناس يعني اللي تورطوا في هذيك الصورة التي أساءت للمغرب بناء على المعطيات اللي عندنا السي مصطفى. يعني المكتب الجامعي، هذا مصدر جامعي كان عندنا تواصل معاه، كدنا بان الاجتماع ديال المكتب المديري كان غيكون 10 وتم التاجيل ديالو حتى لغايه 16، يعني الاسبوع المقبل ان شاء الله، ويمكن تما تقدر تعطي شي نتائج. ثانيا واحد المعطى اللي كنت شرت ليه البارحه مصطفى هو انه ديجا يعني كاين واحد التحقيق تفتح من طرف الفرقه الوطنيه، ويمكن مصطفى بالنسبه لهم ما جاتش يعني يخرج هاد النتائج ديال التحقيق يتلونساو قبل ما يتلونسا التحقيق ديال الفرقه الوطنيه. ننتظروا ان شاء الله مصطفى الاسبوع إذا اليوم 16. المقبل، يعني في الاجتماع ديال 16 ان شاء الله يناير، ونشوفوا النتائج اللي غتقدم اخر فتره. إذا نتمنى 16 يناير السحناوي تعطينا النتائج، إن شاء الله تصدر أو تظهر كذلك السحناوي، ويبت في حق أي شخص استثنائي كما قلنا العقاب اللازم، لا من طرف القضاء ولا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. مشكور.